بما اني دكتور روماتيزم، النهارده هكلمكم على 10 اعراض ممكن تخليك تروح لدكتور الروماتيزم والمناعة غير وجع المفاصل. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. ايه هم ال10 اعراض دول؟ اول عرض كدمات زرقاء بتحصل في الجسم من غير ما تخبط، وممكن جدا تسيب اثر عالي، وبتحب قوي مناطق زي الرجلين وقصبة الرجل وبتتكرر. العرض التاني اجهاد عام وقلة تركيز ومزاج عكر وصداع، وعملت تحاليل كتيرة ورحت لدكاترة مخ واعصاب وطمنوني وتحاليلي كلها زي الفل. العرض الثالث طفح جلدي متكرر وقرح بتطلع في الفم، ورحت لدكاترة الجلدية كتير اخد علاج يخف ويرجع تاني. 4 جفاف في العين بتحرقني وبتحمر وبهرش فيها، ورحت لدكتور العيون قال لي ده فيها جفاف، ما فيهاش اي حساسية ولا حاجة، وكمان ممكن يبقى معاه نشفان في البق. 5 وجع في منطقة الصدر والضلوع متكرر، ورحت لدكتور القلب وعمل لي كل الفحوصات وقال لي قلبي زي الفل. 6 وجع في كعب رجلي وحرقان في الصوابع غير مبرر، فجأة بيجيلي وفجأة بيروح. 7 تمييل شديد في الإيدين ما بيروحش ومستمر على طول، وبدأ كمان يبقى معاه الحاجة تقع من إيدي. 8 زرقان الصوابع بالذات في الشتاء ولما أزعل. 9 وقبل الأخير وش وطنين في وداني، وشفت الضغط ورحت لدكتور أنف وأذن وكل حاجة زي الفل، والسمع بتاعي بدأ يقل تدريجي. 10 والأخير سخونية، بحس بسخط، بحس بسخونية، بحس إن إيدي ورجلي سخنين، وقيس الحرارة ألاقيها مرفوعة نص درجة أو درجة. ال10 أعراض دول لو موجودين ومستمرين ومعاهم شوية وجع بيروح ويجي في المفاصل، لازم تروح لدكتور روماتيزم، بس طبعا بعد ما تطمن من كل تخصص على العضو اللي أنا قلت عليه. ودمتم سالمين.